السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير، في صحة وفي سعادة وفي راحة بال من رب العالمين. النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو حلو قوي قوي قوي، هيعجبكم وهينور رضاكم. اتمنى منكم اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل اول حاجة كده، هنبدأ ونسمي الله ونعمل مهلبية قمر الدين. مهلبية قمر الدين من الحاجات الجميلة اللي كلنا بنعملها في رمضان وبتبقى حلوة معانا. علشان بقى هقولك بقى على شوية حاجات كده في مهلبية قمر الدين عشان تطلع معاكي حلوة وجميلة. طبعا احنا بنجيب لفة قمر الدين بالشيء الفلاني. انا على فكرة السنة اللي فاتت عملت قمر الدين ونزلته على القناة من الالف للياء، والله العظيم 3 عملته قمر الدين نفسه، وادخلوا واتفرجوا عليه وهايل وناجح جدا. دي لفة قمر الدين انا شارياها من بره بصراحة، مش من اللي كان عندي من السنة اللي فاتت، بس انا عملته السنة اللي فاتت كان طالع معايا ناجح جدا جدا. ادخلوا واتفرجوا على الفيديو بتاع قمر الدين، هيعجبكم ان شاء الله. انا هنا فصصت قمر الدين زي ما انتم شايفين كده، وقطعته وحطيته في ميه. تمام. وبعد كده هجيب كوبايتين سكر، كوبايتين سكر واضيفهم على قمر الدين في الميه اللي هو فيها دي. هنضيف كوبايتين سكر، ادي كوباية. وهنضيف كوباية سكر كمان علشان خاطر انا عايزة السكر يعني ايه، يدوب كده مع قمر الدين وياخد من طعم قمر الدين وطعم قمر الدين ياخد منه. هتقولوا لي كوبايتين سكر كتير، هقول لكم لا مش كتير خالص. جربوا الوصفة زي ما انا بقول لكم عليها كده، هتعجبكم ان شاء الله. شايفين بقى اللون بتاع قمر الدين؟ جميل جميل جدا ودايب دوب ودايب دوب. انا دايما يا جماعه في الحلويات بحب اضيف السكر مع الحلويات. السكر مع الحلويات بيدي طعم جميل وبيدي طعم حلو قوي. يعني في الحلويات نفسها. بعد كده انا جبت السوداني زي ما انتم شايفين كده. انا بصراحه بجيب السوداني من المقله اللي هو المتقشر، السوداني العادي. وضفت هنا مع السوداني جوز الهند وزبيب. خلاص تعالوا بقى هنشوف هنعمل النشا اهو. ده نشا. انا حطيت هنا حوالي 3 او 4 معالق نشا. هحط عليهم ميه، ومش عايزه ميه كتير، مش هكتر ميه عشان خاطر النشا يا جماعه لما بيكون تقيل كل ما بيرمي يعني ما بيتقل يعني ما بيتقل الخليط معاكي. خلاص فاحنا هنحط هنا اهو. بصوا انا ما ضفتش ميه كتير، انا هضيف ميه كده بشويش واقلب النشا كويس قوي. تمام. وهعمله. يبقى انا هنا دوبت النشا زي ما انتوا شايفين كده اهو. دنيتني ادوب فيه، مش لازم تحطش ميه كتير زي ما انا قلتلك. وخلاص القمر الدين ما شاء الله. حطيت بقى شويه فانيليا سايله كده، لو مش عندك فانيليا سايله حطي فانيليا باودر. الفانيليا السايله دي ريحتها حلوه قوي يا جماعه، جربوها والله جميله وممتازه. وما يعني اقل نقطه بتعمل ريحه حلوه. خلاص في الحلويات. وهتبدأي بقى تنزلي النشا بايه او تقلبي كده وتنزلي النشا مع التقليب. تقلبي طبعا دي مع التقليب يا حبايبي. بصوا ايد بتقلب وايد بتنزل النشا، ايد بتقلب وايد بتنزل النشا لحد ما الخليط يتجانس ويتقل. خلاص زي الفل. هنطفي عليه وهنغرف. تمام اهو. ايد بتقلب وايد بتنزل النشا اهو. اتعلموا يا سنة اولى مطبخ، اتعلموا يا سنة اولى مطبخ من ام يوسف. بصوا ايد بتقلب وايد بتنزل النشا كده على طول. ايدك في النشا ما تطلعش من الحلة. ايديكي ما تطلعش، قصدي المعلقة ما تطلعش على طول كده. تقليب مستمر مستمر. خلاص تقيل اهو معايا. تعالوا بقى عشان خاطر يلا بينا بقى عشان خاطر هنغرف في الاطباق ونشوف هنعمل ايه. شوفوا بقى القوام يا جماعة. بصوا الجمال والحلاوة. شايفين المهلبية اول ما تبتدي تبقبق كده خلاص النشا استوت وزي الفل. هنغرف بقى قمر الدين. يلا بينا عشان نغرف قمر الدين. شايفين بقى شكل قمر الدين يا جماعة؟ تحفة 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 فاخر من الآخر. طبعا أنا هرصه في الطبق كده على الرخامة. وبعد كده بقى هنجيب التزيين بتاعنا اللي هو السوداني وجوز الهند والزبيب، ونزوق الوش. خلوا بالكم هو دلوقتي سخن جدا، يعني هو أصلا لما بيهدى بيتقل. فانتوا مش تستعجلوا مثلا تقولوا لا ده خفيف، لا هو مش خفيف ولا حاجة. هي النشا في الأول بتبقى كده، بعد كده بيتقل.
اهو ما شاء الله غرفنا قمر الدين اهو. بصوا هو الاول في الاول كده بيبقى عامل زي البشاميل خلاص، بعد كده بيتقل لما بتسيبيه شويه. هنبتدي بقى نزخرف كده شويه جوز الهند كده بقى، وشويه بقى سوداني، وشويه زبيب بقى كده. وان شاء الله شكله هيعجبكم، هينردكم. جربوا المهلبيه بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي، جميله وفاخر من الاخر. ولو رحتي اي محل عشان تشتري قمر الدين زي ده تدفعي فيه الشيء الفلاني، فانت اعمليها في البيت بكل كده حب كده لولادك ولعيلتك، وهي ان شاء الله هتطلع جميله من ايد ست الحبايب اللي هتعملها. شويه سوداني كده بقى في النص خلاص اهو. هو حلو وتقيل، وجربي الطريقه اللي انا بقولك عليها دي، وبألف هنا وشفا وكل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب، وبصحه وبسعاده. اللي وصل لغايه هنا في الفيديو يلا يصلي على النبي عليها افضل الصلاه والسلام، ويلا ندخل نشوف احنا هنعمل ايه تاني ان شاء الله. بقى هنجيب بقى بتنجان بقى احنا ما عملناش بقى بتنجان في رمضان، قلنا بقى نعمل ايه شويه بتنجان كده حلوين، بتوم بقى وفلفل كده جنب الفطار بقى. ايه يعني، الواحد بقى بياكل البتنجان والفلفل المقلي ده في رمضان بيحس ان هو ايه يعني، كل كل وشبع. تمام. فهو جبنا يعني بتنجان كده، قلنا بقى نعمل شويه بتنجان. احنا جبنا البتنجان وقطعناه مربعات كده زي ما انتم شايفين، وبعدين رشينا عليه شويه ملح عشان ينزل الايه الميه بتاعته. بعد كده جبنا الفلفل والفلفل والثوم خلاص ضربناهم في الكبه. انا هعمل ايه بقى في الفلفل والثوم ده يا جدعان؟ انا بقى هعمل ايه في الفلفل والثوم؟ هحط لكم عليه، بصوا بقى التحبيشه بتاعت ام يوسف، هحط لكم عليه ايه؟ ليمون، ليمون وملح، ويعني شويه خل صغننين خالص خلاص. هي دي بقى التحبيشه والتتبيله بتاعه البتنجان المقلي. قسما بالله هتاكلوا بتنجان عمركم في حياتكم ما كلتوه. ملح ابيض وليمون يعني ليمونه كده كبيره كده تعصريها وايه. تمام. دول طبعا كانوا ليمونتين صغيرين، فانا ايه عصرتهم كلهم. الليمون يا جماعه بيدي الخلطه دي طعم تحفه، طعم هايل هايل هايل. جربوها والله، ولا احسن بتنجان مقلي في اي مطعم هتاكليه. تمام. وزي ما قلت لكم ملح وخل. تمام. فخلاص اهو، وخل وملح والليمون وخلاص على كده، وهنقلب كله. هنقلي بقى البتنجان. البتنجان لما بيبقى مربعات كده بيبقى هايل. وكمان فاض من عندي تتبيله من دي، حطيتها في علبه، في علبه صغيره كده في التلاجة، عشان لما احتاجها تاني اطلعها تمام. خلاص اهو. بصوا بعد ما قليت البتنجان، البتنجان لما بتقطع مربعات كده بيبقى تحفه تحفه. جربي اللقمه على قد القطعه بالظبط. وقليت بقى شوية فلفل جنبه، يا سلام على الطعامة والحلاوة. هفضي بقى شوية بتنجان كده وشوية فلفل كده جنبه، واحط الدقة دي برضو على الفلفل مع البتنجان، بتبقى هايلة هايلة هايلة. جربيها، تحشي بيها البتنجان، تحشي بيها الفلفل، تعملي بيها انا هحطه، يعني انا بفضل ان انا ايه ارشه على الوش كده، عشان لو محدش عايز من الدقة دي. ساعات ايه الولاد عندي ما بيحبوش الدقة، بس بيحبوا نفسها يعني، فاهمين؟ بس انا بعشق الدقه اللي انا عاملاها دي، بعشقها بعشقها اقسم بالله. جربوها وشوفوا الجمال وشوفوا الحلاوه وشوفوا الطعامه بتاعت البتنجان المقلي بالدقه ده. مش هتسلوه كل يوم، هتعملوه على الفطار، كل يوم هتعملوا احلى طبق بتنجان بالدقه على الفطار. شايفين الجمال والحلاوه؟ ولا اجدعها مطعم. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هنعمل ايه تاني بقى؟ ده بقى بانيه من اللي انا كنت متبلاه معاكم في الفيديو اللي فات لو انتوا تفتكروا. ده طبق بانيه اهو، طلعته بصوا اهو، حتى كان لسه ما فكش، كنت بحاول لسه افكك فيه. تمام. هو بيفك بسرعه لان انا متبلاه، وطبعا محطوط فيه ملح وكده فبفكه بسرعه. فانا سبته لما فك خالص براحته، راحته خالص. وجبت بقى البقسماط وقلت يلا عشان خاطر ايه هنعمل البانيه في البقسماط. يعني انا بعد ما بطلع البانيه كده بعمله على طول في البقسماط، وبعد كده على القليه على طول. تمام. هنجيب بقى البانيه كده اهو، فك وزي الفل، ولا تحطي عليه ميه ولا اي حاجه. هو بصي يعني من نص ساعه لساعه بيفك على طول. ليه؟ لان انتي متبلاه، حاطه فيه كل حاجتك. والله قلقانه وخايفه ان هو ما يفكش معاكي، هتطلعيه من بالليل مثلا في التلاجة، تحطيه على الرف في التلاجة، والصبح تطلعيه من التلاجة تحطيه على الرخامه لغايه ما قرب المغرب يجي،
هتقلي على طول. انا بموت في الاكل اللي بيبقى جاهز في الفريزر ده يا جماعه، ولا تعب ولا تشغلي بالك اصلا ان انت النهارده هتفطري ايه. هتطلعي وهتقلي على طول. طبعا انا عندي الولاد بيحبوا الحاجات المقليه، مع ان كتر والله الحاجات المقليه دي غلط، بس انا عندي الولاد بيحبوا الحاجات المقليه دي، فانا بصراحه بعمل لهم اللي هم يعني ايه عايزينه يعني. فكتر الزيوت دي غلط والله العظيم، بس هنعمل ايه، الولاد والاطفال بيحبوا الحاجات دي قوي. جربوا يا جماعه البانيه بالطريقه دي، قسما بالله تحفه تحفه تحفه. هكمل بقى الكمية كلها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. ادي البانيه بعد ما اتقلى. ايه رأيكم في الشكل؟ روعة روعة روعة، تحفة التحف، جميل جدا جدا جدا. وكل سنة وانتوا طيبين. جربوا الاكلة اللي انا قلت لكم عليها دي، والله العظيم 3 احلى اكل. لما بقى تعملي ايه رأيكم في عصير الفراولة دوت؟ روعة. وكان بقى وقالنا بقى البتنجان والفلفل، وكان احلى فطار والله العظيم. تلاتة الفطار الخفيف دوت بيبقى جميل. كنت بقى بحمر البطاطس على يعني كنت عامله بطاطس برضو محمره، بس بصراحه انا يعني الوقت ما اسعفنيش ان انا احطها اصور. وده كان طبق قمر الدين المهلبيه الجميله التحفه. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه والفطار الحلو اللذيذ ده؟ جربوا الفطار بتاعي، هيعجبكم ان شاء الله وهينور رضاكم. وكل سنه شايفين مهلبيه قمر الدين بتتكلم لوحدها يا جماعه، بتتكلم لوحدها. جربوا الفيديو